بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني الاعزاء، انا خالد خليفات، الان موجود في مستشفى الملك فهد في تبوك. عند جميع الحالات اللي في المستشفى تقريبا وضعهم مستقر. في 3 حالات طبعا هي يعني تستدعي الى الخروج الى الاردن باسرع وقت. الباقي الحالات كلها بتر، حوالي 11 حالة بتر وضعهم مستقر. في حالة لغاية الآن في العمليات، صار لها 2 3 ساعات. الباقي الحالات كلهم مستقرين الحمد لله. في 4 وفيات اللي هن سيدات. الموضوع اللي أنا بدي أحكي فيه إنه أنا هسا بدي أتكلم مع شخص اللي كان راكب ورا السايق مباشرة. بده يحكي لنا عن جميع اللي صار مع السايق وشو الخطأ اللي ارتكبه السايق، مشان نفهم الشركة تبعه والناس اللي قاعدة تمسك التليفون وبتحكي وبتغلط. فيا ريت انه تنتبهوا هسه وتسمعوا الفيديو من الاخ اللهم صل على سيدنا محمد، رمزي هلالات. اخ رمزي، بدي منك تفصيل الحادث كونك انت راكب ورا السايق مباشرة. تفضل يا سيدي. هاي من الاول اشي من عند باب المكتب لما اجانا الزلمه. نعم. كان الزلمه اسلوب زفت. هاي اول شغله. الشغله الثانيه لما طلعنا معاه بالباص الزلمه كفر. اول ما طلعنا معاه بالباص كفر لانه زعلان هو واصحابين المكتب بشكل مش طبيعي. من الاردن يعني؟ من الاردن عند مع باب المكتب بالضبط. طلعنا معاه قضاها طول الطريق نكد علينا. لما وصلنا على الحدود دعا دعوة اللي هو وعواد نعمات يتمشكلوا عليها. قال الله اجعلكم تقعدوا 6 ساعات على الحدود تتحيروا، كلكم تضلكوا واقفين لما الباص صاد كل اللي من قدامكم يخلصوا. وتمشكل هو عواد على الدعوة هاي. المهم طلعنا على مكة، خلصنا رحلتنا واحنا راجعين صفينا على الاستراحة، تعشينا وطلعنا. لما صرنا على الطريق مسك التليفون وهو سايق وصار يحكي مع زميله اللي وراه وبقول له وين صرت؟ شو صار معك؟ قال له هذاك هيني وراك. انت قال له طيب انت وين راكب بالضبط؟ انا راكب في الكرسي اللي ورا السايق قبالي على الجنب الثاني، يعني مباشرة. سامع مكالمته كلياتها. قال له وين انت؟ قال له هي انا وراك ماشي وراك. قال له طيب شد رجلك من نصف على الاستراحه لان هي اخر استراحه بتبوك عشان نضل فايتين على الحد على طول. سكر التليفون، حط التليفون على جنب الركاية اللي عنده، وقع التليفون عند رجليه، ترك الباص ونزل يديه بده يطول التليفون. طلع الباص برا الشارع. لما طلع الباص برا الشارع صرنا احنا نصرخ عليه ونقول له الباص طلع الباص طلع. فجأة لف الباص على سرعته وهو ماشي وطلع على الصيد الثاني. لما وصل الصيد الثاني صار الزلمة ملخوم، فتله في نص الشارع، قلب على جهته الشمال، ظل الباص يزحف لما وقف فينا برا الشارع على جهة اليمين. طبعا كنا يجينا فوق بعض، انا اعلى واحد جيت فيهم، ما بعرف منو الزلمه اللي كان تحتي. المهم وقفت على ظهره، فتحت كسرت القزاز الامامي وطلعت منه. لما طلعت في ناس بصرخ، في ناس ما له صوت بالمره. صرت اطلع في العالم، اللي بيقدر يمشي على رجليه بطلعه واللي بده حمل احمله. في جيه تريلا وقفتها، والله وشباب ما قصروا، كل الباصات اللي اجوا ورانا وقفن. ونزل والسايق سحبته، طلع السايق صاحي وقعدت في مكانه وبلشنا نطلع في هالعالم. صار الاسعافات اجن بلشوا يحملوا فيهم واخذوهم. ظليت انا اخر واحد. طيب يعني انا اللي بدي اسالك اياه انه سبب الحادث التليفون. سبب الحادث التليفون، ونية السايق ما هي مضبوطه. يعطيك العافيه، شكرا لك. زي ما سمعت يا اخوان، السبب انه التليفون كان بيحكي فيه ووقع منه، نزل ايده يطول التليفون راح الباص منه. هذا الشخص راكب ورا السايق مباشرة. اسمه رمزي الهلالات. هو الوحيد اللي في الباص ما عنده إصابات والحمد لله صحته كويسة. شكرا لكم.